أنا شيرين فوزي، كاتبة مبتدئة ليا شغف لكتابة القصص الرعب، وكتبت قصة رعب أتمنى إن هي تعجبكم. قصتي بتحكي عن بنوتة عندها شغف جامد جدا وفضول حيال القصص الرعب والأفلام الرعب، وبسبب شغفها وفضولها ده أدى إنها تقع في كوارث كثيرة. تعالوا مع بعض نشوف هي أذت نفسها إزاي. قصتي باسم المدرسة المهجورة. انتظرونا وأتمنى إنكم تدعموني. تحية مرعبة بعد لكم متابعي قناة الرعب الصوتي الأميري 33 على اليوتيوب، وأهلا وسهلا بكم ومع دعم جديد لكاتبة جديدة متميزة شيرين فوزي. ادعموها بأكبر عدد من اللايكات واشتركوا بالقناة، وكذلك ادخلوا على الفيسبوك، الروابط في الوصف، وادعموها هناك. أما الآن فنتكلم مثل ما قلنا بموضوع خفيف من 100 إنسان، علشان الفيديو يكون طويل كفاية لأنه يتحمل على قناة الرعب الصوتي. فكلامنا عن قانون المقاومة، واحد من قوانين العقل الباطن. هذا القانون يقول: اللي تقاومه يقاومك، ما تقاومه يزداد. يعني لو فرضنا أن في حياتك في مشكلة معينة، مشكلة بين زوج وزوجة، أو أصدقاء، أو في العمل، أو طالب يعاني من تعثر دراسي، عنده مثلا مادة معينة، والله أنا مش فالح في الرياضيات، مش فالح في الإنجليزي، مش فالح في مثلا الفيزياء، وهكذا. إذا قاومت تغيير هذه المشكلة، إذا قاومت الحل، يعني بدل لا تدرس وتتعلم مهارات وتشترك في دروس خصوصية وتحاول تركز عشان توصل، المشكلة هذه حتزيد. يعني رسبت في هذه السنة أو في هذه مثلا هذه الفترة، هذا الامتحان في المادة راح ترسب أكثر. مثلا بالنسبة للمشاكل، عندك مشكلة في البيت، تتكلم عنها وتكلم أصدقائك وتتكلم في السوشيال ميديا، تنزل بوستات في الفيسبوك. إذا شفت كلمة أو مشكلة مشابهة على تويتر، فتبدي تتفاعل وتبدي تشيرها وتبدي تليكها وتبدي راح تنتشر، راح تزيد مش فقط في السوشيال ميديا، ولكن راح تزيد أيضا في حياتك. راح تشوفها أنها تكبر ما تنحل. الزوجين اللي بدل لا يحلون مشاكلهم يبدون يشتكون عند أصدقائهم أو أهلهم. الزوجين اللي يلومون بعض، يلومون بعض، حتى الأصدقاء يلومون بعض بدل لا يحاولون حل مشاكلهم. العجيب أنها تقل ولا تزيد؟ العادة والواضح أنها تزيد، تكبر في حياتك، لأنك قاعد تقاوم حل المشكلة. كثير من الناس بدال لا يتعلم، بدال لا يقرأ كتب، بدال لا يشوف فيديوهات، بدال لا يتعلم مهارات، فقط يلوم الغير. طيب وانت؟ لا لا، انا كامل والكامل الله، انا ما فيني عيب، ما فيني شيء. هذا خطأ كبير. فلهذا المشاكل تكبر. الشخص اللي قاوم مسألة التدخين، بدل لا يجد لها حل صحيح وعملي، يقعد يقاومها ويقاومها، تكبر معه الى ان توصل والعياذ بالله الى سرطان الرئة. فما تقاوم يقاومك، وما تقاوم يزداد. شيء انت تقاومه العقل بعضنا يقول لك حاضر، هذا اللي انت تبيه، انا راح انفذ لك هذا الشيء. فتجد انه يكبر المسألة اكثر، يطلع لك اسباب، يطلع لك دوافع ان المشكلة تكبر. انت تلوم غيرك راح يخليك ممتاز في اللوم. تتجاهل الدراسة راح يخليك يا سلام فنان في انك تروح وتجي وتتجاهل الدراسة وتلوم المدرس. فننتبه لهذا القانون، هذه المسألة ما هي صدفة. طيب ايش اسوي؟ مثل ما قلنا، ابحث عن الحلول، ابحث عن الحلول ولو بنسبة 1%. طيب، هذا هو باختصار. اللي عنده أسئلة أو شيء ممكن يكتب، وأهم شيء ادعموا الكاتبة شيرين فوزي قدر المستطاع، تستاهل كل خير هي وكل الكتاب. لايك وشير واشتراك، ونلقاكم مع كاتب آخر وخاطرة أخرى من 100 إنسان. لكم أرعب التحايا وأفزع التهاني من الإعلامي عبد الوهاب العميري، ومع السلامة.